سلام. نتمنى تكونوا بخير وتكونوا كدوزوا نهار زوين. اليوم بغيت نشارك معكم القصه ديالي كمغربي ذو اصول عربيه وامازيغيه ساكن في فرنسا، واللي غادي يمشي اول مره للشرق الاوسط وبالضبط لقطر باش يشجع المنتخب ديال بلادو في اضخم تظاهره رياضيه في العالم. بطبيعه الحال غادي نعبر على الراي ديالي الشخصي، وكاع لي فيديو اللي غادي تشوفوا خارجين بالتليفون ديالي. الرحله ديالي جمعت 3 ديال الحوايج: قطر، البلد المنظم، كرة جلدة منفوخة بالهواء، والمنتخب المغربي صانع الحلم. خليكم مع التيزر. نبضة في الدوحة ونبضة في الرباط. إلا سولتني على قطر قبل غنقول لك أنها بلاد صغيرة يمكن غنية بفضل البترول اللي عندها. هاد الصورة اللي كانت عندي وعند بزاف ديال الناس ما تبدلاش بزاف من بعد المونديال. الفرق هو أنه قبل كانت كتميل للسلبية ودابا كتميل للإيجابية أكثر، وأنه ضروري نزيدو أن قطر غنية بناسها وعقولها أيضا. قطر خدات شرف تنظيم بطولة كأس العالم، ولكن بالنسبة لي هو مسؤولية أكثر من شرف، لأنها كتبقى أول بلد عربي خليجي مسلم كيقدر ينظم هذا الكأس. ومع التضليل الإعلامي الكبير اللي وقع في العالم، أخيرا غيكون عند قطر فرصة من ذهب أنها تغير للعالم كامل الصورة اللي عنده عليها وعلى العرب والمسلمين، وحتى بالنسبة للعرب والمسلمين اللي بعاد على قطر بحالي. واش قطر قدرت تستافد من هذه الفرصة؟ بالنسبة لي نعم. اكثر حاجه عجبتني في قطر هو التخلص من مرض الدونيه امام الدول المتقدمه. كنقول هادشي لحقاش انا تعطلت بزاف قبل ما نتخلص من هذا المرض، واللي يمكن جاي من تربيه المجتمع ديالنا. كاع هذوك الحوايج اللي في ثقافتنا ومبادئنا كنا كنحشموا نوريوهم ونهضروا عليهم مع البراني، وكنكتفيو اننا نحاولوا نتكيفوا مع هذاك الانسان الاخر اللي كنعتبروه احسن مني، بحال العادات والملابس التقليديه والاسلاميه، الاذان، الصلاه في الاماكن العموميه. حوايج بالنسبه للعالم يقدروا يبانوا كمظاهر التخلف والارهاب، واللي ما خبعتهمش قطر ولكن قدمتهم بكل فخر واعتزاز، واهم شيء طريقه حضاريه. بحال قطر جات وقالت للعالم هذه هي الحضاره العربيه والاسلاميه ديالنا، مرحبا بكم تعرفوا عليها مباشره بلا افلام وبلا اعلام. احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم. واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد. احنا لا ندعي اننا الافضل ولكن نرفض ان نكون اقل. احترم لتحترم. هادشي دارتو قطر من البداية ومن الحفل الافتتاح اللي كانت الرسالة ديالو واضحة عبر قوله سبحانه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الآية اللي فيها رسالة إنسانية وحضارية، واللي خلى كل شيء يعرف المنظور الإسلامي لتعريف الإنسان بغض النظر على الشكل واللون ديالو. والطريقة كانت أيضا ذكية عبر اختيار المقدمين. هادشي خلى السياح يتقبلوا هاد الأمور وعاد كتر يبغيو يتعرفوا عليهم كتر، بحال الغترة القطرية اللي ما كانش اللي ما لابسهاش في قطر. المونديال في بلد عربي إسلامي كانت فرصة للتعريف بالإسلام، فرصة للتعريف بهذا الدين والقيم ديالو الجميلة، بعيدا على هذيك الصورة اللي مرسومة عليه في العالم. لأول مرة في التاريخ جماهير المونديال كتزور المساجد، كتسمع الأذان 5 ديال المرات في النهار، كتعرف على الاسلام ب6 ديال اللغات، واجواء ايجابيه مع المتطوعين. التجربه اللي عجبتني حتى انا صراحه تجربه زوينه بزاف للجماهير كاملين، بفضل كرم الضيافه اللي عند القطريين. صراحه في اي بلاصه مشينا لها كيكرمونا المتطوعين، وهذا الشيء كيخلي واحد الاثر وواحد البصمه زوينه عند كاع الجماهير. قطر
بينات انها واعره وغنيه وتقدر تجيب لك اخر ما كاين في التكنولوجيا، وكانت تقدر تنظم مونديال عالمي بحال اللي مولفين عليهم واللي كنشوفوهم ولا كاع احسن، ولكن هي بغات يكون مونديال عالمي بطابع عربي واسلامي. واللي زوين فهادشي هو انه كان تاثير حتى على العرب اللي جاو، لانك تحس كعربي بانك ماشي كاي سائح ولكن داخل في المنظومه وسفير للثقافه العربيه والاسلاميه، وباغي تبين العالم ان العرب هما واعرين متحدين متقدمين وتايقين في قدراتهم. انا العربي لا اخجل، ولدت بتونس الخضراء من اصل عماني وعمري زاد عن 1000 وامي لم تزل تحبل. تشتتنا على يدكم وكل الناس تتكتل، ملأتم فكرنا كذبا وتزويرا وتأليفا، أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا. هاد القضيه مهمه بزاف، واللي بالنسبه لي كانت هدف رئيسي من اهداف قطر في المونديال، اللي هو احياء الامل العربي. العرب في قطر ما بقاش كتفرقهم الحدود او الاعلام الموجه، بكل هدف ديال شي منتخب عربي كل شيء كيفرح. زيد عليها القضيه المشتركه لجميع العرب، فلسطين، اللي زادت جمعات العرب وخلات الاعلام الفلسطينيه كترفرف في اي بلاصه. واهم حاجه هو انه مسانده القضيه الفلسطينيه كان هذه المره من المرات القليله في ظروف ايجابيه وفوز وفرح. المونديال فلسطيني وفشل التطبيع. فلسطين عربية، فلسطين عربية. ما يمكنش نقول انه التجربه القطريه كانت مثاليه، قطر دارت بعض الاخطاء، ولكن اهم حاجه هي تعلمت من الاخطاء ديالها وحاولت تصلحهم. الخيارات الفنيه والتنظيميه ديال قطر خلات بزاف ديال الواجهات الاعلاميه تبان على حقيقتها، لحقاش داكشي اللي بيناتو قطر ماشي هو داكشي اللي كيبغيو يبينوهم، ان المبادئ اللي كيامنوا بها هما اللي خاص يتطبقوا في جميع البلدان، وهذا الشيء اللي كيقتل التنوع الثقافي في العالم. قطر فرضت راسها وفرضت على العالم يتقبل الثقافه ديالها وديال العرب والمسلمين. برافو قطر. قطر تعرضت لحملة ضغط كبيرة جدا انها تتنازل عن مبادئها وهويتها، تنزل عن كل حاجة عشان كاس العالم، ورفضت ده بشدة، ولم يكن اكثر المتفائلين يتخيلوا انها ستصمد. سالت نسخة قطر 2022 واللي تخسرت عليها بزاف ديال الفلوس، ولكن في اخر المطاف راه القطريين والناس اللي ساكنين في قطر هما اللي مستافدين من هاد الطفره اللي دارت الحكومه القطريه ظرف 10 سنين. بحكم ان هذا رابع مونديال كنتفرج فيه وثاني واحد كنحضر له، نقدر نقول ان هذه النسخه لابد انها تكون ما بين النسخ الخياليه لاعظم مسابقه رياضيه في العالم. التنظيم كان على العموم واعر وما كانتش حتى شي حاله شغب، كلشي قريب ما بين فنادق المنتخبات، لي فانزون، الملاعب، كاين كاع اللي يقدر يحضر لجميع المباريات، يعني 64 مباراة على 64، وهادشي ما يمكنش يوقع الا في قطر. الحضور الجماهيري والتلفازي كان قياسي، واخا الاعلام الغربي عيا ما يبين العكس. وكتاب القطر يكون عندها افضل نهائي في تاريخ المسابقة، لقاء اسطوري ب6 ديال الاهداف وتشويق الى اخر ثانية. طويل العمر، شيل البطولة، شيل الذهب، كاين هذا المونديال بالنسبه لقطر كتعتبر غير خطوه من خارطه الطريق اللي حطاتها في نهايه الثمانينات من بعد الحرب الخليج الاولى. خارطه الطريق اللي فيها تنظيم احداث رياضيه كبيره على هذا المونديال، كتعطي لقطر صيت دولي بفضل قطر فاونديشن واطلاق منابر اعلاميه عالميه بحال الجزيره وبين سبور. ضروري نهضروا على الاكاديميه الكبيره ديال اسباي. برافو قطر لاكدات خصوصا بعض الدول الاوروبيه ان العالم ما كيدورش غير عليهم، بانه من الواجب احترام ثقافه الاخر. شكرا لكم على هذه المتعه، تعبتم، اقنعتم وابدعتم. مترو 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 مترو. قطر واحد البلاد اللي ما تخليكش تمل، كل نهار بلاصه، كل نهار تجربه فريده من نوعها.
عندما تكون كرة القدم نعم على شكل جرعة سعادة. هؤلاء ممكن ما عندهم قوت يومهم، لكن كرة القدم تغديهم بتعشيهم، وهي الهواء وهي المتنفس. الفوتبول ولا الكرة، كاين اللي كيشوفها رياضة، كاين اللي كيشوفها لعبة أو سياسة. هي كرة صغيرة بيضاء مصنوعة من الجلد ومنفوخة بالهواء، ولكن الكرة تقدر توصل أقوى الرسائل لكاع البشر في 90 دقيقة. بحال الهدف ديال الدوسري على الأرجنتين ولا التأهل ديال المنتخب المغربي للدور النصف، وأمثلة أخرى اللي جات عكس التكهنات والإحصائيات. هادشي رجع لنا أهم حاجة واللي هي الأمل في أننا نكونوا الأولين ونهرسوا حاجز الدنيا اللي تربى فينا واللي خلى مفهوم الانتصار شي حاجة اللي غريبة علينا وخلانا ديما حاقرين راسنا. عندنا مثال اخر في النهائي ديال هذا المونديال واللي الكل تيتفرج فيه، هو منتخب فرنسا اللي كان خاسر بجوج حتى الدقيقه 80، ولو كان ما كانش عنده عقليه الفائز ما كانش يقدر يرجع في النتيجه جوج مرات. الكره هي اللي خلات كل مغربي فخور ببلادو وخارج للشارع كيفرح، كان صغير ولا كبير، كان مريض ولا بصحته، كان لاباس عليه ولا ما عندوش، كان في البحر خدام ولا كان كيحمي الوطن، اي واحد كان فرحان ببلادو. هذه هي الكره اللي كنبغيو، الكره اللي كتهرس الحواجز الاجتماعيه، الكره اللي كتنسينا ولو 90 دقيقه في الواقع ديالنا، الكره اللي كتجمع الشعوب وكتمسح الحدود. المونديال كيبقى افضل فرصه لتلاقي الشعوب والثقافات، فين كيكون كل واحد فخور بالعالم ديال بلادو وكيغني النشيد الوطني بكل اعتزاز. هذه هي فين كتقول العالم كيولي قريه صغيره، كتلقى كاع هاد الناس اللي فرقاهم الحدود كتجمعهم الكره، كل واحد والثقافه ديالو، كل واحد والدين ديالو، كل واحد واللغه ديالو، ولكن كاملين مجموعين في بلاصه. وهاد المره في قطر، المغرب بلاد الفوتبول. من بعد كل ماتش وكيف ما كانت النتيجه ديما كنتاكدوا باللي كره القدم هي افيون الشعوب، كيفاش انه من بعد كل رباح بنادم كيدير بوز لكاع داكشي اللي مبرزطو في حياته وكيخرج من الواقع باش يعيش داك السعاده بجميع الطرق الممكنه قبل ما يعاود يرجع. كيفاش جلده عامره بالبرد كتقدر تبدل ليك الجلده ديالك الميته بجلده كلها امل. هادشي ديما كنعيشوه وباقي دابا ما كنفهموش. هاد الاحاسيس اللي كتجيبهم لنا كره والغوات اللي كيجي مور الرباح والسكات اللي كيجي مور الخساره، هادو هما كره، وكره هي الدول اللي كناخدو. الكره اللي كبرنا عليها هي طريقه لاثبات الذات وكتعلمك تقاتل لاخر رمق وان لا شيء مستحيل. غتكون سمعتوا في هذا المونديال بعبارة دافيد ضد غوليات اللي كتعني مواجهة ما بين خصوم ماشي قد في القوة. في الكرة ديما كاين 11 لاعب ضد 11 و90 دقيقة باش تفاريوها، هي مواجهة عادلة. هادشي علاش كاع العرب والافارقة وغيرهم كانوا فرحانين وكيشوفوا راسهم فينا كضعفاء غاديين قاصدين الطغاة ديال الكرة وحالفين ما نحنيو الراس. كل ماتش في المونديال هو انتصار للفقراء وللأحلام. عشنا في بلد كيقتل الحلم والقدوة، وخا هكاك كنشوفوا ولاد المنتخب بداو بنفس الدروبة وتعافروا ووصلوا باش ينافسوا العالم. شكرا لأنهم فكرونا أنه حتى حنا نقدروا نوصلوا فين ما بغينا. تحية لأسود زأرت بأعلى صوت لها تقول: هنا المغرب، هنا عرين أسود الأطلس. لم نأتي إلى هنا لنكمل العدد أو نكون حصالة نقاط أو نكتفي بسماع هاردلك. نحن هنا لمقارعة الكبار. أتينا لنزأر أمام ثاني أفضل منتخبات العالم وحامل برونزية المونديال الماضي وأمام صاحب فضية مونديال روسيا، فلسنا بأقل منهم ولا هم بأفضل حال منا، فالفرق كان واضحا. هم نزلوا الملعب كلاعبين ونحن واجهناهم أسودا فانتزعنا الصدارة ونحن أهلها. حاجة أخرى هي الكرة كتعطيك حس الانتماء وكتعلمك الحب الغير المشروط. هذا المونديال كان أيضا جواب للناس اللي كتسول اش كتعطيك الكرة، من كيشوفوا شي واحد كيبغي فرقته ولا المنتخب ديالو بطريقة جنونية وكيشجعها فين ما مشات. الكرة شغف، باسيون، ولا باسيون كلمة ما غيفهمها غير اللي عايشها. ها علاش الكرة وها علاش المغرب. كرة القدم هي أروع عرض وفستيفال على وجه الأرض. هذه هي دنيتنا، هذه هي حياتنا. الألفاظ تغيب والكلمات لا توجد. أنا تولدت باش نكون فيه، غيري جاءوا بساقيهم، لكن كنا مرتبطين ببعضنا. نحن نؤمن أن أسرة واحدة، عائلة واحدة. إذا ما توافقنيش في اللوعة والقلق والحسرة، الخيبة والفرح، النجاح والأمل والأحلام، لكن هي لحظة عندما تكلل فيها الجهود بالنجاح يغمرنا الشعور لا تصفه الكلمات. لكن هذا ليس بالخيال، إنه الواقع، واقعنا نحن. ميادين الكرة حقيقية، نشعر بنبضها، نحس بكورتها،
نحسها في كل لحظة. أبطالنا أبطال الجلد المدور ومبدع الساحرة المستديرة. أبطالنا يأتون بالمستحيل يلهب خيالنا. هدف تسجل، هدف يذيع، ضربة جزاء، قرار خاطئ يتغير مع الموسم. تظل هناك لحظات تبقى وترسخ بين روح القلوب. نعيش من أجل هذه اللحظات، بل أنت صانعة اللحظات. هذه ليست مجرد لعبة، إنها كرة القدم. منتدى السؤدد وحماه، قبلة المحبين وموطن الكرماء والشرفاء، مغرب العز بين الأمم، بلاد البربر والأمازيغ والصحراء. منها انطلقت جيوش الفتح لتبني حضارتها في بلاد الأندلس، وفيها جبال الأطلس الشامخة، وهي موطن الأسود. في المغرب لكل عربي مسكن وهوى، وفي سماؤها روح العروبة، ومن ينابيعها تروي ظمأ القلوب. كمغاربة أو عرب ولفنا مصطلح خروج مشرف. كان أفضل حاجة نقدروا نديروها هي نفوتوا مرحلة واحدة من مراحل المونديال. الفوز ماشي شي حاجة اللي مستحيلة، سهل توصل ليه إلا كانت عندك عقلية الفوز وخدمتي عليه، وكيولي عاد أسهل إلا كنا دايرين يد وحدة وخدمة جماعية. تربح كيخليك تفرح، تثق في راسك، تزيد تخدم باش تعاود تربح وتعاود تفرح. الهزيمة بطبيعة الحال واردة، ولكن اللي كيخليك نآمن بأنك غتربح هي عقلية الفائز، the winning mindset. انتصارات المنتخب المغربي في مونديال قطر ما عندوش آثار إيجابية على الرياضة فقط، ولكن الأهم هو أنه رجع الأمل للمغاربة خاصة وللأفارقة والعرب عامة، أمل أنه حتى حنا نقدروا ننافسوا على أفضل المراتب العالمية في جميع الميادين. كل الشعوب العربية وراء المغرب اليوم وشرفتونا أسود الأطلس. عالم المغرب نجمة خضراء فوق راية حمراء، ولا عالم الأمل لجميع الشعوب اللي كانت حقرة راسها قبل ما يحقروها. Morocco for their continent, for their culture, on behalf of Africa, on behalf of the Arab world, a national team bearing not just its own flag, but the desire of millions of billions who identify with them. وما يمكنش نهضروا على الامل وعلى المنتخب المغربي بلا ما نهضروا على المدرب وليد الركراكي. بالنسبه ليا كمل الخدمه اللي بدات قطر عطاتنا الامل، ووليد بدل لنا العقليه. التصريحات ديالو يمكن تكون عفويه ولا مضحكه، ولكن بالنسبه ليا هي دروس لينا خاصنا نتعلموا منها ونطبقوها. اهم تصريح هو منين قال علاش ما نحلمش ندي الكاس. رساله ماشي غير للمنتخب ولكن لينا كاملين. الا كانت عندنا عقليه الفائز، المونديال الجاي غندخلوا عوالي نديو الكاس وماشي نربحوا غير ماتش ولا جو. وهذا الشيء كينطبق على كاع الخدمات والمشاريع ديالنا. درنا النية وثقنا في وليد وفي العقلية ديالو، وقدرنا نديرو إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والأفريقية. النية اللي هضر عليها وليد داخلة في هذه العقلية، وداخلة حتى في الثقافة الدينية والاجتماعية ديالنا. شحال من مرة كنقولوا يلا نديرو النية ونخدموا وما يكون غير الخير شر. هادشي الحمد لله فينا وعدنا من زمان، خاصنا غير نطبقوه. خصك تحلم باش توصل، ولا قلتي واحد ولد بناي ما يقدرش يكون شي حاجة في حياته عمره ما يقدر يديرها. وحنا دابا حنا لافريك عمرنا ما دينا كوب دي موند، علاش ما نحلموش بها وعلاش ما نقدروش نديروها؟ ومازال كنقول ان قطر كانت محظوظه بزاف بالتالق ديال المنتخب المغربي. فإلا كانت قطر قدرت توصل للعالم بعض المظاهر العربيه والاسلاميه، فالمنتخب قدر يكمل مهمه القطريين وساهم بحماس الجماهير ديالو وخرجات المدرب وقتاليه اللاعبين وتزيين الحدث واخراجه عن المألوف. اللعابه ديالنا مثلا قدروا يكملوا هذه الصوره الجميله بالفرح ديالهم مع العائلات والامهات ديالهم.
الام اللي كنا كنشوفوها داخل الملعب بالجلابه المغربيه ديالها وفرحانه مع ولدها تمثل احسن تمثيل للام المغربيه العربيه المسلمه اللي عندها طبيعه الحال دور اساسي في نجاح ولادها بحال هذا المونديال. شفنا ايضا اللعابه اللي سواء ربحوا ولا خسروا كيسجلوا يدهم وهذا الشيء زوين. شعب فيه الكثير من نخوه العرب ومن انفه الامازيغ وكبرياء الافارقه واناقه الاندلسيين. شعب ورث كرم ضيافة البدو. في المغرب كبرت المدن، لكن أخلاق سكان البوادي الأصيلة بقيت ساكنة في طباع الناس. في المغرب الأقصى العادات والتقاليد تتوارثها الأجيال. العائلة المغربية ما زالت متشبثة بالتقاليد، وأول تقليد في المغرب إنك لن تسمع إلا مرحبا بك ويرد الضيف الله يكبر بيك خويا. قال لك لن يحب العرب الا العرب، باش يفرحوا لك المصريين من الدور الاول ويقولوا لك شرفتونا يا رجاله، وتخرج عليك فلسطين اغنيه تشجيعيه ويفرحوا الجزائريين معك في القهاوي ويخرجوا معك في الشانزليزي، ويلقى الجمهور ديالك ترحيب كبير مع السعوديين وفي الخليج عامه، وتشوف الشاميين معاونينك بالضغط في الجمهور، واحد خدام معاك وكيشجع المغرب من جزر الموريشيوس، واي عربي يسولوا على المغرب كيقول لهم حبايبنا اهلينا خوتنا خاوتنا الى اخره. يعرف راسك انه معاك امه، وهذه الامه هي اللي غادي تكبر بيك وبالانجازات ديالك كتكبر بها حتى انت. ان شاء الله يفوز المغرب ان شاء الله بالتوفيق. مبروك السعوديه، الله يبارك فيك عقبالكم ان شاء الله. ان شاء الله. عربية كانت أم مسلمة تعلمها اليوم درسا رائعا في كيف يسمو الرجال على أي خلافات. شكرا لكل من زرع فينا أملا أن غدا أفضل ينتظرنا وأن وحدة ستضمنا يوما قريبا مهما أرجف المرجفون. شكرا للجمهور اللي عارف يشجع هذه المره، واي واحد داخل التيران وحس بالمسؤوليه وما دخلش غير باش يجلس. شكرا للمنتخب ديالنا اللي خلانا نبقاو بلا نعاس بالفرحه والانجاز اللي خلانا نحسو به ديالنا. شكرا عطيتونا هرمون الدوبامين ديال السعاده الفوريه اللي خلانا ما نحيدوش على المواقع التواصل الاجتماعي غير باش نشوفوا كاع الفيديوهات اللي كيدور ونعيشوا اجمل احساس وحنا كنتواجدوا بكل جداره واستحقاق في مربع اعظم واعرق مسابقه كرويه. شكرا عطيتونا هرمون سيروتونين وهو هرمون السعاده الدائمه باش ما ننساوش الحلم ديالنا ونبقاو مامنين به. ترابك من مائك من جبالك من هوائك من أريافك من مدنك من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا القطرية السعدد ألا تنشدون كل صباح إخوتي هيا للعلا سعيا ألم تغنوا في ليالي الأنس عمرك شفت الإسباع خايف كيف خلاع هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا أراه وأنا أقف على جبال الأطلس براية حمراء أقف فأرى الشك في لشبونة وأرى اليقين في الرباط وفي كازا. خذينا يا مغرب خذينا إلى السماء وما أجمل أن نبكي في السماء فستصدق الدموع في أرض عربية من أجل راية عربية. خذينا يا مغرب فأنا تواق للفرح كأي عربي ضاق من الهم والحزن والانكسار. أجمل إحساس هو أنه تشوف كل الشعوب العربية خارجة في العالم الوطني، أن تشوف قارة كاملة من الشرق ديالها للغرب للجنوب شجعاتك وبكل جنون، وتشوف طبيعة الحال المغاربة كاملين ملتحمين على بلادهم وباغين كاملين يزيدوا بها. The Atlas Lions now just one more prowling step from the World Cup final itself. The Arab world unites. The African continent believes for the first time in the history of the World Cup there will be an African nation in the semi-finals. مونديال الامل سميتو مونديال الامل لحقاش تعلمنا فيه بزاف ديال الحوايج. اول حاجه نديروا النيه ونكونوا بوزيتيف، ثاني حاجه نحلموا ونثيقوا في الحلم ديالنا، ثالث حاجه نحيدوا علينا العقليه الانهزاميه وتكون عندنا عقليه الفائز، ورابع حاجه نتقاتلوا على الحلم ديالنا نطيحوا ونعاودوا نوضوا تكون عندنا لا غرينتا. قطر دارت خدمه كبيره وخلعات العالم في تنظيم افضل مونديال بطابع عربي واسلامي.
وجا المنتخب المغربي باش يكمل هذا الامتياز ويبدل العقليات، وهذا الشيء كامل داير على لعبه اللي بالنسبه للشغوفين بها اكثر بكثير من جلده منفوخه بالهواء. نتمنى هذا المونديال يكون عجبكم، خليو في التعاليق الراي ديالكم، واش هذا المونديال كان فعلا مونديال الامل، واش نقدروا نشوفوا واش تاثير الفراشه باترفلاي افكت ويكون فريمون هذا نقطه بدايه لبزاف ديال الانجازات لا في الرياضات ولا في ميادين اخرى. تشاو.